عسلامة البنات. اليوم باش نعملو معمول بالتمر. البنات الأكلة هذيا حلو، هذيا تونسي. البات متاعو من برا تبدا بالسميد والزبدة، هكا يبدا مفوح بالفاني وما زهر، يبدا مفوح من داخل حتى من برا البنات، ومن داخل يبدا فيه التمر. حتى تنوريهولكم كيفاش المعمول هذا. اسمه معمول، هو معمول تمر. المعمول البنات هذا تنقولكم عليه بشوية. عندي 300 جرام البنات سميد جويد، 200 جرام البنات فارينة، ساشي فاني، مغرفة صغيرة خميرة مرطبات، رشة ملح، 250 زبدة، ومعاهم ماء زهر البنات. هذايا ماء زهر تعملوا باش نعمل شوية انا غير تفويحة بركة. وعندي البنات 50 جرام سكر جلاس، سكر جلاس راهو سكر محورة. وحسيلو البنات انا قلت لكم على المكونات، وانا هاني كل حاجه هنحطها تنقول لكم عليها كيفاش. بي عندي لهنا البنات هذايا تمر معجون، عجنته انا وحدي رحيته باش نعمله شويه زيت وشويه ماء زهر، شويه زهر هكا. جلجلات ما تعملوش فيه، نقولكم حسيلو بالحاجه بالحاجه تتفهموني. وبالنسبه للقالب هذا، يبدا القالب متاع المعمول هذا تلقاه في كل بلاصه متاع الحلو هذوك موجودين راهما. وفما لوحه زاده، فما البنات وحده تبدا لوحه هكايا، وفما بلاستيك. نقولكم توا اول حاجه باش نعملو السميد قبل. البنات قلت لكم شنو حطيت انا بالضبط. حطيت السميد اللي هي 300 جرام، فارينة 200 جرام البنات، رشة الملح، حطيت سكر محور 50 جرام البنات، لازم تحطوا اقل راه خاطر باش نعملوا تمر احنا في وسطها، وساشي فانيل البنات. وهاد تحطوا النواشف الكل مع بعضهم، متفاهمين؟ تحطوا النواشف الكل مع بعضهم تويكا باش نخلطهم الكل مع بعضهم هكايا. السكر المحاور تنجموا ما تحطوهش راهو، اما هكا يحلي شويه باش ما تبداش البات مسوسه. هكا نخلطوهم الكل، ديما النواشف تحطوهم مع بعضهم وبعد تحطوا السوائل تويكا البنات. بعد ما نحي فما كعابر متاع سكر نسيت ما غربلتهمش انا، الكعابر السكر المحاور تغربلوه ماذا بيكم خاطر كعبر هكايا. تويكا باش نحطوا بعد ما عملنا هذوما الكل خلطناهم البنات، نحطوا الزبده 250. ما تحطوهاش ذايبه راهو، ماهيش ذايبه وماهيش يابسه، تحطوها طريه، تبدا طريه معناتها سخونه وكاها وتحطوها، ماهيش ذايبه. ما تذوبوش الزبده راهو. تويكا تحطوا الزبده ونرجع لكم البنات. هاني تويكا حضرت كل شيء وزنت الزبده وحدها راهو 250 زبده البنات. هاي تبدا طريه معناتها طريه مش نورمال، ماهيش ذايبه كما قلت لكم. ومعاهم البنات كيس ماء زهر ماهوش معبي، هكا كيما تراو ماء زهر معناتها عادي ماهوش معبي الكيس هذاك. من بعديك باش نعجن بيه تويكا باش نحطوا الزبده على على السميد والفرينة اللي قلت لكم عليهم ونبسسها، معناتها نبسس السميد والفرينة بالزبدة. لحظة بركة ندخلهم في بعضهم هكايا، كنت تبسس هكايا البنات السميد والفرينة مع بعضهم هكايا. ومن بعديك نصبوا الماء زهر. الماء زهر بالنسبة للماء زهر صب شوية بشوية، انا قلت لكم كيس، اما حسب انتي والعجينة كيفاش تتلملك راهو. وراهي ما تحبش العجنين راهو المعمول هذايا لازم انتي كيفاش نقول لكم تلموه لمين، معناتها الباط تلموها لمين هكا. ندخلك لحظة البنات ندخلها في بعضها ونرجع لكم البنات. تويكا بسست العجينة كلها بالزبدة، شفتوها كيفاش تبدا مرملة وراهي معبية معناتها بالزبدة كالسميد والفارينة معبي كيما قلت لكم. تعملوها الكل هذيا البنات مغرفة صغيرة خميرة مرتبات راهو كيما قلت لكم. عملنا النواشف الكل مع بعضهم. حطيتها نسيت ما حطيتهاش انا راهو، تحطوها من الاول راهو، تحطوها من الاول معاهم غير انا نسيتها تويكا. هاكا كيف نوريكم الخلطة قبل ما نصب الماء زهر تبدا هكايا.
هي راكي تحط لها الزبده راهي مش ترجع لك عجينه، راهو لازم هكا حاجه باش تزيدها معناتها من بعديك تعمل مزهر والا ما عطرش هي البنات. هكايا يبدا مرمل راهو مكعبر. تويكا باش نصبو المزهر وتلم لمين ما تعجنش، ما تحبش العجنين راهو هي. باهي بسم الله تصبو بشويه بشويه، ما تطبوش كيس كامل باش ما توحلوش من بعد هيك. تبدا مفوحه كل بالمزهر، نحاول باش هكا ما نعجنش، ما لازمنيش نعجنها. حتى البنات تبدا تزيد بشويه بشويه في المزهر حتى تتكون لك عجينه، متفاهمين؟ عجينه هكا طريه بالطبيعه ومتماسكه. البنات هاني عملت كما قلت لكم التمر، ريحته وحدي تنجم تاخذ تمر معجون، راهو معجون التمر هذاك نتاع المقروض تنجم تاخذه. كما قلت لكم خذيت كعب نظفته غسلته رحيته وعملت شويه زيت زيتونه وشويه زهر البنات هكا باش يبدا فيه كو شويه، وكعبرتهم هكايا هذوما خالصين تو هذوما مريقلين. تويكا البنات هذيا العجينه اللي قلت لكم عليها زدتها شويه ماء زهر، فهمتوني كيفاش؟ زدتها شويه ماء زهر البنات هاو باش نوريكم اللي انا عملت كيس راهو ماء زهر باش نوريكم قداش عملت. هاو شفتوها معناتها الكيس مكملش، لميت لي العجينه كامله معناتها. انتوما كي باش تعملوا زهر البنات بشويه بشويه تعملوا، ما تصبوش برشا معناتها راهو خاطر بعديك ما تنجمش تلموا جمله، واصلا الباط معبيه بالزبده معناتها طريه على الاخر. شفتوها كيفاش معبيه معناتها هكا تسيسوا رواحكم وتلموها لمين كيما قلت لكم راهي ما تحبش العجنين راهو. باش نوريكم تويكا تخليوها ترتاح هكايا شويه وبعد ترجعوا لها باش هكا تشد روحها شويه. البنات باش نوريكم كيفاش شفتوها خذيت كعبوره كيما هكايا قعورتها بيدي معناتها باش نجم نحط فيها دورة التمر. باش نوريكم مثلا كان تنجموا تصغروا في الكعابر راهو وتسكروا عليها هكايا. سكروا عليها الجناب الكل معناتها. لحظه بركه البنات هيا كعبرتها كيما هكايا، اما ماذا بيكم تخليو حتى الطرف خارج متاع التمر باش العجينه ما تفسدلكش تبدا بيضه كلها. تويكا كعبرتها تمر في الوسط راهو نحطوها لهنا وننزلوا عليها هكايا، تنزل عليها بكف متاع اليد متاعك هكا. هاو البنات بعد ما نزلت عليها هكا بالكف متاع اليد تعملوا هكا تقلبوها. البنات هاي هابطت شفتوها كيفاش، اما لازم قبل ما تعملوا ترشوا شويه فارينه باش ما تلصقش معناتها. باش نزيد نوريها لكم تعطيكم الفورمه نتاع الخطوط هذوما معناتها اللي في المول. شفتوها كيفاش ملوطه عاديه ملوطه راهو تتحط هكايا. هذه البنات هذه هي المعمول كيفاش يتعمل راهو. نكملهم بنفس الطريقه وبعد نوريكم البلاطو الكل. البنات تنجموا تعملوهم سامحوني لحظه، تنجموا تعملوهم البنات هذوما مثلا تعملوا مطورين وتعملوا هذوما راهو يجيو. البنات الوحده الاولانيه ما وريتها لكمش كيما حبش تهبطها باش نعاود لكم واحده اخرى. كيما قلت لكم تعملوا القالب هذايا بشويه فارينه باش ترش عليه شويه فارينه راهو باش ما تلصقش العجينه خاطر العجينه معبيه العجينه معبيه البنات بالواحد بالزبده ولهذا باش تلصق لك. هاكا نعبيها وبعد ننفضها هكايا. هاكا نوريكم هذه الكعبوره حاضره تنزل عليها هكايا سهله راه ما فيها حتى شيء هكايا. نعمل الحروف مليح باش تبدا لي مفورمه من بعد زيكا. نعاود نهبطها لحظه. اما راهو كنت عندكم مول متاع لوح خير راهو فما هكايا لوح راهو خير من البلاستيك سيس عليها معناتها حتى تهبط لك. هايك سيس عليها حتى تهبط. المهم تعملوا الفارينة شفتوها كيفاش مبطبطة تهبل. يعني نحط فيها هنا البنات والفارينة هذه تنجم تعملها بالبانسون بعديكا بانسون هكا بالطبيعة تبدا نظيفة ترش الفارينة تنحي الفارينة معناتها. اما راهي متقلقش ما فما حتى مشكل. حبيت نوريكم هذه خاطر الاولانية ما ريتوهاش.
البنات هاني عاودت رجعت لكم. كملتها الكل، قلبتها الكل حتى العجينة وفيت، وعملت التمر متاعي كلهم فيهم التمر المروق اللي في الوسط. وكالمول هذاك متاع المعمول لازم تشتريو منه، راهو يعطيك الفورمة هذيا بلاش القالب هذاك، راه ما تنجمش تعملو. تويكا البنات عملتهم هكا، حطيتهم بجنب بعضهم باش ندخلهم للفور هكاك على 160 درجة. ماذا بكم مش معناتها مش 200 ولا لا 160 درجة. تبدا في عقلها تجيب الفوق ولوطة حتى تحمر لك البنات، وهكا تتفنج شوية معناتها خاطر فيها الخميرة هي. هكا ترجع كالكراميل وتطفيو عليها، ما تخليوش اكثر من اللازم. وبعد ديكا البنات بعد ما تجيب ترش عليها سكر محور اختياري، راه سكر محور تنجم ترش عليها، تنجم تخليها ما تهبليش. باش نوريكم الكعبة كيفاش اغزرولها البنات، شفتوا كيفاش تهبل. والعجينة طرية مش نورمال. هذاك علاش قلتلكم تعملوا ماء زهر هكا شوية وتصبوا بشوية بشوية. شفتوا كيفاش البنات؟ حاسيلو ان شاء الله يعجبكم الفيديو البنات، وقولوا لي معناتها تجربوها او قولوا لي في الكومنتير. وبعديك البنات بعد ما تجيب تو نوريها لكم راهو البنات. هو المعمول كما قلت لكم مازال كتاب، مازال كي خرجته من الفور ديريكت هكا صورته لكم، هكا يستحمر شويه، هكا يرجع كراميل البنات، وهكا يعمل شويه شقوق هكايا من الفوق، راه ميقلقوش هكا الشقوق هذوكم. وكما قلت لكم التمر لازم تغطيوه، معناتها التمر لازم هكا ماذا بكم يخرج من العجينه، لازم تحطوه في الوسط هكا هاو باش العجينه ما تفسدلكش من بعديكا. حسيلو البنات تنجموا تذريو عليه سكر محاور هكايا من الفوق. انا منيش نعمل سكر محاور، دوب هكا من الفوق شويتونه هكا هاو. انا منيش نعمل نخلي سامبل. تنجم نوريكم بعديكا بعد ما تبرد باش نقصلكم بالسكينه ونصورها لكم باش نوريكم الوسطاني كيفاش. لا مازالت سخونه منجمش نمسها البنات، غير حبيت نوريكم هكا الفاجات هذوما. وان شاء الله يعجبكم الفيديو. ما تنساش تعملوا لي جيم وابوني البنات، وراو جربوها المعمول هذايا بنين على الاخر. والتري زاده كله منفعه سميد وزبده كله بنين على الاخر معناتها وصحي. واحسن حاجه تعملوها وحدكم في الدار. وهكا وريتكم الطريقه، جربوها. تنكتب لكم الوصفه زاده.